السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول اللي في الصورة ده أكيد كلكم عارفينه، مستحيل سوداني يكون ما عارفه. هلا يا شباب، الاخبار والامور الصحه. السبت 27/9 ربنا يتقبل لي يا جماعه من داخل مستشفى ام درمان التعليمي. عندنا وجبه هنا يا جماعه بوزع فيها شباب شغالين ما شاء الله، ربنا يتقبل ان شاء الله وربنا يجعلهم من حسناتهم ان شاء الله. شباب ما شغالين وهديه دي تعبد دي حتخش تتوزع داخل المستشفى يا جماعه، لهم شغالين ان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله، ربنا يجعلهم من حسناتهم ان شاء الله، ربنا يقدمنا بالخير. وفي بغادي هناك قاعدين يوزعوا للناس الكابتن تاعي، وفي ناس من فوق دي بنطلع لهم كل العناوين ان شاء الله، ربنا يتقبل فتح البلاد والعباد وربنا يقدمنا بالخير. اللعب 27/9 يا جماعه باللايك والشير بالصوره بعد ان تكون جربت بالفيديو، ربنا يتقبل ان شاء الله، تقبل الله. رزقة ملكة ابتسامة واحد من أكثر السودانيين اللي قاعدين يعملوا مساعدات للفقراء والمساكين والناس المتضررين في الحرب. أول حاجة نقول له ألف مبروك لوصوله إلى ال1,000,000 متابع على منصة التيك توك، يستاهل ال10 مليون متابع لأنه قاعد يعمل حاجة جبارة، الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى بيرجع له هو ولمتابعينه وللتيم العامل معاه. يلا يا شباب، لو وصلتوا نهاية الفيديو بتمنى انكم تعملوا لايك وتشيروا الفيديو في اوسع نطاق، وبخدت لكم رابط صفحته على التيك توك في الكومنتات، خشوا ادعموه واعملوا له متابعه. قدامي ما على شرط تكون دعم مادي، ممكن تدعموا بلايك، ممكن تدعموا بشير، والدال للخير كفاعله. وكده دي كانت نهايه حلقتنا، الى نلتقيكم في حلقه جديده والى جديد اللقيا، وان لم نلتقي فالملتقى الجنه باذن الله.